شفت سامح حسين عمل ايه بعد ما شكرتم فيه ونجحتوه؟ ويا رب يا رب يكتر افراحنا واعيادنا. بس مش ضروري بقى ناخد كل الاعياد دي اجازات. احنا ورانا شغل كتير قوي. في شهر رمضان وسط زحمة المحتويات العقيمة والغير مفيدة طلع بني آدم محترم وقدم برنامج هادف وإيجابي بيتكلم فيه عن القيم والأخلاق، والناس كلها وقفت معاه لأننا كنا متعطشين للمحتوى المفيد وما صدقنا لقينا حاجة قيمة ندعمها. بس مع أول غلطة، ده لو صنفناها غلطة أصلا وممكن فعلا ما تكونش مقصودة، كل الناس اللي كانوا ساكتين وفي قلوبهم حقد طلعوا وهاجموه هجوم شديد جدا. وعلى الرغم إنه طلع واعتذر وقال إنه ما كانش يقصد المعنى اللي وصل للناس ده. يعني الراجل بيقول يا رب يجعل أيامنا كلها أعياد، بس مش من الضروري ناخدها كلها أجازة. أكيد يعني ما يقصدش الأعياد والأجازات الرسمية. والله لو جبت عيل صغير هيفهم الكلام. يعني مثال بسيط، لو السنة 365 يوم وكلها فعلا بقت أعياد، هناخدها أجازات إزاي؟ يعني هنشتغل إمتى وناكل ونشرب منين؟ بس في ناس كان لها رأي تاني، لا ده غلط وأنا كنت مستنيه يغلط. أنت بتقول كده علشان مش حاسس بالناس وبالغلابة. أنت بتروح شغلك بعربية مكيفة، إحنا مش فاضيين نشوف أعمالك، إحنا عندنا شغل. أهو شايفين اللي أنتوا قعدتوا تقولوا عليه وتشكروا فيه ونجحتوه وهو ما يستحقش النجاح ده. شايفين بيقول إيه وبيعمل إيه؟ إحنا لو افترضنا أصلا إن دي غلطة، هل يستحق الهجوم الشديد ده؟ طب انتوا ليه ما كنتوش بتهاجموا المحتويات العقيمة والإسفاف والإيحاءات اللي كنا بنشوفها ولا طليق إن أي أسرة محترمة تتفرج عليها؟ ولا احنا بس بنحب نهاجم وننتقد ونستنى غلطات للناس الناجحة والمحترمة واللي بتقدم محتوى إيجابي ومفيد؟ وده يلخص لنا إن مهما كنت ناجح، مع أول غلطة ليك هتلاقي في فئة معينة مستنية الغلطة دي وما هتصدق تمسك فيها، لأن ببساطة ما بتحبش تشوف حد أحسن منها أو ناجح عنها. احنا مش بندافع عن أي غلط أيا كان، لأن الغلط ما بيتبررش، بس ده كان سوء فهم واحنا كان لازم نوضحه. لو عايز الخير والنجاح لنفسك حبه لغيرك علشان يجيلك، ما تفرحش ولا تشمت في وقوع او غلط حد. ولو هتتكلم فلتقل خير او لتصمت. خليك دايما منحاز للحق وافهم زي ما تفهم، كل اناء ينضح بما فيه.